لما اجي اقول لك ان عبد الله السعيد هيبقى من اهم اللعيبه في نادي الزمالك في الفتره اللي جايه، تبقى تصدقني يا بيه، تبقى تصدقني، عشان عبد الله السعيد النهارده صنع 3 اهداف يا بيه، 3 كده، اوعى بيوزع النهارده نادي الزمالك كان بيلاعب الزمالك، وما تقوليش ازاي، اعمل لايك وقول سبحان الله. نادي الزمالك يا برنس كان بيلاعب النهارده الفريق الشباب اللي هو مواليد 2005 وعليهم كام لعيب كده من مواليد 2003، يعني عاملين كوكتيل، كان بيلعبوا الفريق الاول. تمام، ولكن النهارده عبد الله السعيد صنع 3 بيه. ولكن قبل ما اكلمك في الماتش والكلام ده كله، ما تنساش انك تدعي يعني بالرحمه لاخواتنا يا برنس شهداء نادي الزمالك ال20 شهيد، ربنا يرحمهم ان شاء الله. ما تنساش انك تدعي لهم، وبرده ما تنساش بالمره تعمل اللايك بتاعك. عاوزين نوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وشير لو انت لسه ما شيرتش الفيديو، السهم عندك تحت دوس عليه وشيره يا بيه على الصفحه عندك. وبص بقى، نادي الزمالك النهارده بيواصل استعداداته القويه جدا لماتش مين؟ ماتش الاسماعيلي يا بيه. خلي بالك ان اول ماتش رسمي لنادي الزمالك بعد التوقف الطويل ده هيكون امام الاسماعيلي يوم 19/2 في الدوري. هيبقى ماتش قوي. خلي بالك ان ماتش الاسماعيلي ده، نادي الاسماعيلي بعد فك القيد، بعد ما هو جاب صفقات، فانت بتتكلم على ماتش هيكون تقيل. ماشي، بعد برضه ما نادي الزمالك فك القيد وجاب صفقات، فانت هتتفرج على ماتش بقى. نفسي اتفرج على ماتش يعني زمالك والاسماعيلي كده بتوع زمان. يعني المشكله بقت في الاسماعيلي دلوقتي، يعني نادي الاسماعيلي بعد المشاكل اللي هو بيمر بيها في الفتره اللي فاتت دي، ولكن اتحلت ان شاء الله، يعني اتحلت باذن الله. ولكن نادي الزمالك النهارده بقى، طبعا كلنا عارفين ان نادي الزمالك في الماتشات الوديه بيواصل التالق، وبيعملوا ماتشات وديه كتيره جدا، ودي حاجه حلوه وانا بحبها. ليه؟ لو انت عندك توقف دولي كبير جدا، يعني فتره طويله، ما تقعدش اللعيبه مثلا تمرين في تمرين ان شاء الله لو بتتمرن صبح وليل. اللعيبه نفسها عاوزه انك تلعب ماتشات، انك تخلي اللعيبه دايما عندها احساس الماتشات. فانت لو باستمرار بتعمل ماتشات وديه، فانت بتخلي ان اللعيبه بتفضل في المود بتاع المباريات، حتى لو هو ماتش ودي، ولكن بتخلي اللعيبه عندها حته النزعه الانتصار، يعني مش النزعه الهجوميه، حته الانتصار، غريزه الانتصار. فلازم اللعيبه تفضل عندها ديت طول الوقت. عشان كده نادي الزمالك عمل الفتره اللي فاتت دي ماتشات وديه كتيره جدا. ان شاء الله لو هتلاعب حتى فريق الشباب زي ما الزمالك عمل النهارده، حتى المدير الفني الجديد، يعني دي برضو نقطه ايجابيه، يبص على اللعيبه الشباب، ممكن يجيبوا 1 ولا 2. ماشي، ما برضه الراجل لسه داخل جديد، فعاوز يشوف كل العناصر الممكنه اللي هو ممكن يستفاد منها في الفتره اللي جايه. حتى يعني هو خلاص عرف الفريق الاول، مرنهم كام تمرينه، يدي بصه برضه على الفريق الشباب. فانت لما تلاعب فريق الشباب مع الفريق الاول، تعمل ميكس كده مباريات، فدي حاجه كويسه جدا. المدير الفني الجديد يقعد يبص، ممكن ينقي لك 1 ولا 2 يصعدهم مع الفريق، يعرف يطورهم، يعرف ان هو يستفاد منهم كمان من الفريق. فدي برضه تبقى صفقه جديده على فكره، يعني ده كمان يبقى صفقه جديده. نادي الزمالك النهارده لما كان بيلعب الماتش الودي، المدرب دوت بيلعب بخطتين، ومدرب جوميز ده مدرب مرن، هو بيلعب الخطه الثابته بتاعته اللي هي 4-2-3-1، ولكن هو ساعات برضه بيلعب بخطه 4-3-3. وعندك عبد الله السعيد بيعرف الحته دي، ان عبد الله السعيد عنده الخبره والحته ديت، ان هو يعني يعرف يبقى عنده مرونه في محور التكتيك والتشكيل، ان هو فجاه يتغير من خطه 4-3-3 لخطه 4-2-3-1. فهو عنده المرونه ان هو يعرف يلعب في يعني تحول الخطه والكلام ده كله. ولكن عبد الله السعيد خلي بالك ان هو يبقى نجم من نجوم نادي الزمالك. اللي سجل النهارده الاهداف، الجزيري سجل هدفين، وابراهيم النضاي سجل هدف. القصه في ابراهيم النضاي وسامسون ان الاثنين دولت في الماتشات الوديه بيبقوا متالقين جدا فوق ما تتخيل. ماشي، ولكن الاثنين دول سجلوا اهداف، والجزيري بالتحديد مع عبد الله السعيد وناصر ماهر، الاثنين دول بيصنعوا اهداف حساسه جدا. اللي هو ازاي؟ اللي هو يعرف يوصل لك الكوره بالمسطره، ولكن لازم يكون عندك مهاجم بيعرف يخلص. الجزيري ممكن يعمل ميكس ما بين عبد الله السعيد والجزيري في الفتره اللي جايه، ممكن نشوفهم. مبروك لاخواتنا الزملكاويه على المكسب النهارده، الماتش الودي برضو. وبرضو ما تنسوش انك تدعوا لاخواتنا برضو بالرحمه. سلام.